الوصفة اللي وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحزن، وهي وصفة التلبينة، وترجع لعهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتبدأ قصة التلبينة إنها كانت تقدم للمريض إلى أن يخف مرضه، والحزين إلى أن يخف حزنه. وكانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض والحزين على الهالك اللي هو الميت. وقالت إنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن التلبينة السلام عليكم، مرحبا بالجميع. ما هي التلبينة النبوية؟ هي غذاء للقلب وراحة للنفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة النبوية مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. هي طعام صحي بسيط ذكر في السنة النبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به لما فيه من فوائد عظيمة للجسم والنفس. سميت تلبينة لأن لونها أبيض يشبه اللبن. هي حساء يصنع أساسا من دقيق الشعير، يطبخ مع الماء، ويمكن تحليته بالعسل وتزيينه بالمكسرات والتمر. فوائد التلبينة كثيرة، منها النفسية: تهدئ الأعصاب وتخفف القلق والخلعة، تساعد على تحسين المزاج وتقليل الحزن. وفوائدها الجسدية: مفيدة للقلب وتنظم ضرباته، تساعد على الهضم وتخفف مشاكل القولون، تعطي طاقة بدون إثقال المعدة. كما تخفف من الإمساك، تقوي المناعة وتخفف الالتهابات، مفيدة لمرضى فقر الدم، وتنظم نسبة السكر بشكل معتدل. اعتمدوها أخواتي، مفيدة كثيرا وأحسن فطور تقدروا تاكلوه الصباح. وقبل ما نبدأ وصفة التلبينة، ما تنسوش تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد، وبسم الله نبدأ. كما راكم تشوفوا خياتي، عندي كاس ماء، وعندي دقيق الشعير بالنخالة نتاعو. رايحة نضيف 3 ملاعق كبار من دقيق الشعير. إذا حابين تضاعفوا المقادير ضاعفوها خياتي، يعني كل واحد وحساب يعني أفراد الأسرة نتاعو. ورايحة نضيف كاس نتاع ماء عادي، يعني من الحنفية، ماهوش سخون وماهوش بارد. ورايحة نضيف كذلك كاس نتاع حليب. وراح نخلط أو نمزج المكونات جيدا، ومن بعد راح نحطها على نار متوسطة مع التحريك أثناء الطبخ باش ما تلصقناش في الإناء. بعد ما طيب ويثقل القوام تاعها، رايحة نضيف هنا رشة تاع قرفة. هنايا أخواتي اختيارية، كما تقدروا تديروا، يعني اللي ما يحبش الذوق تاع الشعير تقدروا تضيفوا كذلك ملعقة تاع فانيلا. انا مجربتها بلا فاني، يعني طعمها يعني تقدروا تاكلوه، بالنسبه خاصه للاطفال اللي ما يحبوش طعم الشعير. ننصح خياتي يديروا لافاني اذا حابين تقدموها لاطفالكم، باذن الله رايحين ياكلوها. وهنا راح نضيف التلبينه في الصحن التقديم، ونخليها تبرد تماما، ومن بعد نزينها. ومن فوائد التلبينة: مهدئة للتوتر العصبي، منشطة للكبد، مكافحة للإمساك، تعالج الضعف العام وتمنع هشاشة العظام، مفيدة لبطء النمو عند الأطفال. وهنا خياتي راح نزينها بقليل من العسل العادي، لأنه مش متوفر عندي العسل الحر، وانتم لكم الاختيار في تزيينها. تقدروا ديروا الدبس التمر اللي هو الرب، أو عسل طبيعي، أو سكر إذا مش متوفر لهذا ولهذاك. وإذا حابينها صحية أكثر، ضيفوا العسل الحر أو دبس التمر. مقوية للذاكرة والتركيز عند الصغار والكبار، تخفض الكوليسترول في الدم، تحتوي على مادة تساعد على التغلب على الأرق، يعني راح تنظم لكم النوم اللي راهم يطير عليهم النوم. تغذية ممتازة للحامل لإدرار الحليب ودسامته للمرضعة، تعالج الاكتئاب أكدوا عليها والحزن وتحسين المزاج، تساعد في خسارة الوزن الزائد، ووقاية الجنين من العيوب الخلقية، تمنع تساقط الشعر، مليحة لسلامة الغدة الدرقية، تقوي جهاز المناعة، مفيدة جدا للأمعاء، ومهدئة للقولون، تعالج القلب
وتذهب عدوانية الأطفال، يعني راح تكلمهم كما احنا نقولوا بالدارجة. المهم خياتي، هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. ما تنسوناش تعليقاتكم الزينه واللايك فضلا ليس امرا، واللي راه مالفه طيبها من خياتي خلي لي تعليق، يعني خلي لي رايك في تعليق. ننصح بها جميع الاخوات وننصحكم بالمداومه عليها ان شاء الله. ووصلنا لنهايه الفيديو. السلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.